جريج رجل عابد انعزل عن الناس، بنى صومعة يعني مكان يتعبد فيه لله عز وجل. فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته، فقال في نفسه: أي رب أمي وصلاتي، هل أجيب أمي وأقطع الصلاة أو أستمر في صلاتي؟ فمضى في صلاته. وجاءته مرة ثانية وقالت له مثل الأولى، فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته. فجاءته المرة الثالثة فدعته فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته. فأدركها الغضب وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، أعوذ بالله، الزواني، حتى ينظر في وجوه الزواني. والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن، لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة، فكيف إذا كانت والعياذ بالله زانية بغية، لأنه ينظر إليها على أنها تمكنه من نفسها. لكن شدة الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء. فتكلم فيه بنو إسرائيل، فقالت امرأة منهم: إني أنا أكفيكم، لأن أمه مرت عليه 3 مرات وهو يصلي فتدعوه ولكنه يستمر في صلاته، فدعت عليه كما مر. لما جاء إليه هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيد العظيم، ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه ولكنه لم يلتفت إليها. فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل، فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله، فحملت منه. ثم قالوا إن هذا الولد ولد زنا من جريج، رموه بهذه الفاحشة العظيمة. فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموها. فطلب منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي، فلما أتوا به ضرب في بطنه وقال: من أبوك؟ وهو في المهد. فقال: أبي فلان، يعني ذلك الراعي. فأقبلوا إلى جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له: هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلما. قال: لا، ردوها على ما كانت عليه من الطين. فبنوها له. وفي قصته من الفوائد أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه في الشدة. فإن هذا الرجل كان عابدا يتعبد لله عز وجل، فلما وقع في الشدة العظيمة أنجاه الله منها. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم.